في الجيزة بس، واللي كتير منا ما يعرفش إن مصر فيها أكتر من 100 هرم، والنهاردة قررت أزور واحد من الأهرامات دي. ودلوقتي إحنا في لؤلؤ الصعيد، بني سويف. بني سويف، اقسم بالله ما كلام ولا عشان بلدي، اقسم بالله اهل الطيبه واهل الكرم واهل الاحترام. وأهالي بني سويف كان ليهم بصمة كبيرة في ثورة 1919. ثورة عام 1919 هب أهالي بني سويف على اختلاف دياناتهم للمشاركة فيها، لما قطعوا خطوط السلك الحديد عن قطورة الإنجليز. وبني سويف فيها واحد من أندر الكهوف في العالم، كهف وادي صنور، واللي للأسف مقفول بقاله فترة كبيرة علشان بيقال إنه بقى خطر جدا. وبني سويف مش بس أراضي زراعية وكهف، دي كانت المدينة المقدسة في وادي النيل، وكانت عاصمة لمصر في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة، وكانت تسمى أيام الفراعنة بوفيسيا. والفراعنة سابوا أثر عظيم، وهو تاني أقدم هرم مدرج. ودلوقتي إحنا قدام هرم كان أكبر خامس هرم في مصر، هرم ميدوم. وكلمة ميدوم هي كلمة هيروغليفية مر تم، ومعناها محبوبة الإله أتون، إله الشمس عند الغروب. واللي بدأ في بناء الهرم الملك حوني، آخر ملوك الأسرة الثالثة، بس مات قبل ما يكمله. واللي كمل بناء الهرم الملك سنفرو، أول ملوك الأسرة الرابعة. ويعتبر هرم ميدوم هو أول شكل كامل للهرم في العصر القديم، وده اللي كان بيحلم بيه الملك سنفرو، إن يبني هرم أملس. وبدأوا الأول إنهم يبنوا هرم مدرج، وبعد كده بدأوا يملوا الفراغ اللي بين المدرجات علشان ياخد شكل الهرم الكامل. ولكن بيقال إن الأرض ما استحملتش والهرم انهار، وفضل منه الجزء اللي في النص اللي بيشبه البرج مش الهرم، وعلشان كده بيقال إنه مرحلة انتقالية للهرم الكامل. ودلوقتي جه وقت المغامرة وهندخل الهرم. ودلوقتي احنا ننزل 57 متر عشان نشوف حجرة الدفنة. تعالى. والمكان ضيق خلي بالكم، والنزول فيه يعني صعب. بس الجو هنا رطوبة وفيه هواء، والدنيا يعني مش حر. ودي بقى حجرة الدفن، واللي طلع ما فيهاش أي حاجة. وده المعبد الجنائزي اللي كانوا بيحضروا فيه الجثة عشان تروح لحجرة الدفن. ودلوقتي هننزل مصطبة رقم 17، ودي المغامرة اللي بجد، واللي بيخاف من الأماكن الضيقة ما يكملش الفيديو. والمصطبة رقم 17 يقول إنها بتاعت أحد الأمراء، واللي لحد دلوقتي ما قدروش يعرفوا بتاعت مين. دلوقتي هناخد التجربة طبعا لوحدينا، ومحدش راضي ينزل معايا. وزي ما انتوا شايفين كده المكان ضلمة خالص وضيق، فلازم تكون طبعا ما بتخافش من حاجة. افتح النار اهو. طبعا بنكلم صاحبنا اللي واقف بره مرضاش ينزل معانا، هننزل لوحدينا. شايفين سليم عامل ازاي، فيا رب ينزل المراوح. كان ضيق أوي طبعا، أنا مش عارف أنزل منه. المكان ضيق أوي، اللي بيخاف من الضلمة ما يجيش. وهنا كان لازم أسحب على بطني عشان أدخل من الفتحة الصغيرة دي، وبيخاف من الحتة الضيقة برضو ما يجيش، عشان هو المكان ضلمة وفي خفافيش كتيرة. وهنا المكان عالي شوية بس برضه مرعب. وهنا لقيت أقدم تابوت من الجرانيت الأحمر،
واللي طلع مفيهوش أي حاجة وفودي. وبكده تكون خلصت رحلتي في محافظة بني سويف.